ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. يلا بينا نراجع منهج الصف الاول الابتدائي الرياضه او الحساب. هنراجع كل واحده مع بعضها بحيث ان احنا نجمع المنهج كله في وحدات. انتظروا مني، هعمل كل البروجرام ده مع كل الصفوف باذن الله. تمام. هنا بيقول لي زي تقييمات كده. اختار الاجابه الصحيحه مما بين القوسين. 8 زائد كام يدينا 8. اي حاجه بتدينا نفسها يبقى كانت زائد صفر. 3 زائد 2 هنحط ال3 في مخنا ونطلع ال2 على ايدينا يبقى 4 5. نقط اكبر من 7. مين هنا اللي اكبر من 7؟ ال5 اكبر؟ لا. ال7 اكبر؟ لا. ال7 بتساوي 8. 4 وايه يكونان 9. 4 وايه يبقوا 9. لو عملتها على ايديا هطلعها يبقى ال5. تمام. وهقول لكم طريقه تانية. العصفورة الزرقاء دي هو ايه؟ من الامام. كلمة من الامام همشي من ناحية الامام، هيبقى التالت. تمام. حوط المجموعة التي تمثل العدد 1. يبقى هحوط على اللي هو لوحده ده اللي في النص. تمام. 4 هعد 4 حاجات واعمل عليها اللي هم البطاطس اللي في الاخر دي. 2 هيبقى الاخطبوط دول هعمل عليهم دايرة. حوط يعني اعمل دايرة. انظر الى الصورة ولون نفس العدد من الاشياء ثم اكتب العدد. هنا هنعد الثلاث ضفادع دول، هنلون له 3 دواير من دول ونكتب على النقط 3. هنا الكتاكيت دي هيبقوا 5، هيبقى نفس الفكرة، هنلون 5 دواير بالالوان ونكتب رقم 5. هنا التمساح اللي لوحده، سوري الديناصور اللي لوحده ده هيبقى 1 وهنكتب رقم 1. تمام. الموضوع سهل جدا على فكرة في اولى، يعني مش صعب خالص، بس الفكرة ان هو يكون بيعرف يقرأ كويس ويكون عارف السؤال هو عاوز منه ايه. تمام. فخليه يقرأ السؤال للاخر. زي السؤال ده كده بيقول له انظر الى الصورة ولون نفس العدد من الاشياء ثم اكتب العدد. هو ممكن ياخد باله من اول جزء في السؤال لكن الباقي لا. تمام. فخليه يقرأ السؤال للآخر خالص عشان يشوف هو عاوز ايه. تمام. يلا بينا نكمل. هنجيب الصفحة اللي بعدها. بيقول لي ايه؟ اكمل بكتابة العدد الناقص. العدد الناقص عشان اخليه يعرف يحله، عشان اخليه يعرف يظبطه ويحله، بخليه اللي الواقف لوحده في ناحية لوحده هو ده، عشان اجيب اي ده اللي مكون عندي، يعني الحاجة اللي بتكون اكبر، يعني ده بيبقى في حتة لوحده. زي هنا 6 لكن تحت ال3 جنبها رقم. عشان اجيب اي رقم من اللي هما جنب بعض دول بعمل طرح، بطرح. هيبقى 6 ناقص 3 هتبقى 3. طيب لو العكس، لو انا عايزة اجيب اللي هو في حتة لوحده ده اللي هو فوق زي المسألة اللي بعدها، يبقى اللي تحت دول عشان اجيبهم لانه هو المكون الاكبر بعمل جمع. يبقى 8 زائد 2 10. نفس الفكرة هنا، هو هنا عايز 2 من اللي جنب بعض ولا لوحده؟ في رقم 3 هيبقى عايز اللي هو 2 من اللي جنب بعض، يعني هعمل طرح. 8 ناقص 3 هيبقى 5. تمام كده. هنا بيقول لي ده علامة صح أم أسفل الصورة التي تمثل 3 زائد 4. هشوف 3 تفاحات معهم 4، طبعا الصورة اللي هي الأخيرة. تمام. هنا بيقول لي لاحظ ثم أكمل. يمين ومديني يسار. بيقول لي النجمة الصفرة دي من اليمين هي ايه من اليسار؟ هي الثالثة. تمام. هو عايز بس ايه؟ لخبط الدنيا. الرابعة الحمراء هي الرابعة من ايه؟ طبعا الرابعة من اليمين لانها الاولى من اليسار. هنا الخضراء هي ايه من اليمين؟ طبعا الاولى. هنا الزرقاء هي ايه هي الثانية من ايه؟ الزرقاء. لو كتب يمين سوري معلش، هي الثانية من اليسار. تمام. هنا بيقول لي اقرأ ثم أجب. يوجد 4 سرطانات بحرية ثم جاء 1 سرطان آخر. يعني احنا هنفهمها له ازاي؟ أنا عندي دلوقتي 4 بلاش سرطان بحر، هنقول له أنديل مثلا. 4 أناديل، فجأة جه واحد عليهم، يبقوا كلهم كام عدد السرطانات البحرية؟ تمام. هيقولك ايه؟ هيقولك بقوا 5. طب بقوا 5 ازاي؟ هنقول له، هيقولك زودنا على 4 1. زودنا دي يعني عملنا جمع، فهيكتب 4 زائد 1 والإجابة طبعا هيكونوا اللي هو 5 اللي هو قالها بإيه؟ بديهيا كده. تمام. فانت عشان يكتب المعادلة نفسها اللي هي المسألة هتقولي له عملنا ايه؟ زودنا عليهم. اول ما نقول زودنا عليهم يبقى عملنا جمع، يبقى 4. اجمع كل الارقام اللي جات لي في المسألة، 4 زائد 1 والاجابة طبعا اللي هو قال عليها 5. تمام. اكمل ما يلي 2 وايه بيكونوا 10. عندي طريقتين، يعملهم على ايديا يعملهم بالطريقة اللي هقول عليها. فطبعا خلينا على ايديا هيبقى 8. الشكل ايه ده؟ بيوضح جمع كام. هنعد التفاحات. جمع الاحمر كام؟ 5
والاصفر 2، يبقى 5 زائد 2. العدد الاكبر في العددين هو طبعا 9، العدد الاصغر في العددين هو 3. في الشكل التالي القرد المحاط بدائرة هو القرد الرابع من القرد الرابع من ايه؟ اكيد مش من الامام، لان هنا التاني يبقى من الخلف. اكتب العدد الذي تراه في الصورة. هيعد الحاجات دي ويخليه وهو بيعد يشطب على اللي هو عده عشان ما يعدوش تاني، لانهم ما بيكونوش مركزين. يعمل شرط على كل واحدة. 3 تمام، وهنا هيبقى 2 و4 6 8 7، والمانجا دي هتبقى 5 وهكذا تمام. ودول طبعا 10، والعنب هيبقى 4، والتفاح هيبقى 7. تمام كده الموضوع سهل. هيكتب الرقم عادي خالص، الرقم بالحساب يعني. هنا بيقول لي صل كل مسألة جمع بالصورة المناسبة. هيعد الايس كريمات بالعقل كده. 5 زائد 3، فين اللي فيهم 5 و3؟ اللي هي الكب كيك دي تمام. 4 زائد 2، 4 فين الاربعة؟ 4 حاجات اهم اللي هي الدوناتس، و2 يبقى هي دي. 3 زائد 3، هشوف هنا 3 ويكون الناحية التانية 3 اللي هو الكب كيك اللي فوق على اليمين. 7 زائد 1 طبعا هي الكب كيك الصغنون دول، عشان الواحد اللي في الجنب والسبعة دول. حوض حسب المطلوب. الدجاجة الرابعة من الامام، من الامام هيبقى 1 2 3 4. امشي من ناحية الكلمة اللي قال عليها. 3 دجاجات من الخلف تمام. همشي برضو من الناحية اللي قال عليها واعمل له دايرة عليها. ذهبت للصيد امس واصطدت 7 سمكات، واصطدت اليوم 0. هيبقى 7 زائد 0 بتساوي اي حاجة بتبقى زائد 0 او معلش انا متعودة على المايس فبقول ماينس، او طرح 0 بتبقى بتتحط زي ما هي. هنا بيقول لي اختار الاجابة الصحيحة. 4 زائد 4 يعملها بالطريقة العادية. 4 في مخنا و4 على ايدينا 8. 9 زائد 0 اي حاجة زائد 0 او ناقص 0 بتبقى زي ما هي، فهتبقى 9. العددين 4 و5 يكونون كام؟ هيبقى 9 عشان هعمل جمع. هنا بيقول لي بيمثل العدد كام، يعني هو ملون كام دايرة؟ 4، يبقى هعمل دايرة على 4. العدد ايه اكبر من 7؟ مين اكبر من 7؟ 6 ولا 8 ولا 5؟ اكيد 8. هنا حوط العدد المناسب لما تراه. هيعدهم ويختار هيختار الارقام اللي هي على حسب العدد. الكتاكيت وليكن مثلا هيبقوا 9، هختار 9 اعمل دايرة عليها. البقر دول هيبقوا 4، الفراشات هيبقوا 7 وهكذا. هنا هدى اشترت خمس ايس كريم لاصدقائها، وعصام اشترى 3 ايس كريم لاصدقائه. كم عدد الايس كريم؟ يبقى كده اشتروا كم واحدة؟ هيقولك 5 و3 هيجمعهم على ايده. فالمعادلة بدل حاجة زادت وحد اشترى كمان او زود حاجة هيبقى 5 زائد 3، والاجابة طبعا هيعملها 5 في مخنا و3 على ايدينا هيبقى 8. انظر الى الصورة ثم اجب. هنا جايب لي اعلى واسفل. البرتقانة دي ولا اليوستفندية دي هي التانية منين؟ هي التانية طبعا من اعلى تمام، هنكتب له كلمة اعلى. طب التفاحية هي ايه من الاعلى؟ التالت. عيني على المكان اللي قال عليه وابتدي اعد. العنب هو ايه من الاول؟ هو الاول من ايه؟ سوري، هو الاول من ايه؟ طبعا من اسفل، من تحت. الضفدع هو ايه من اليسار؟ من اليسار. عيني على اليسار هيبقى التاني. السلحفة هي ايه من اليمين؟ هي طبعا التاني. عيني على الكلمة اللي هو قال عليها. نفس الفكرة اكمل بايجاد العدد الناقص. عايز 2 من اللي جنب بعض ولا اللي لوحده؟ طبعا اللي لوحده، يبقى هجمع هيبقى 8. هنا عايز 2 من اللي جنب بعض ولا لوحده؟ لا، عايز من اللي هما اللي جنب بعض، يبقى هعمل طرح. 5 ناقص 2 3. هنا عايز اللي هو لوحده فبعمل جمع عشان طبعا هو المكون اللي بيكون كبير. 5 زائد 4 يبقى 9. 4 زائد 0 بيساوي اي حاجة زائد 0 او ماينس 0 بتتحط زي ما هي. 2 زائد 5 هيحلها تبقى 7. 0 زائد 9 هي نفس الفكرة، اي حاجة زائد 0 او ناقص 0 بتبقى زي ما هي. يوجد 2 سمكة برتقالية و3 سمكات زرقاء، يبقى كام العدد؟ يبقى 2 و3، يبقى 3 زائد 2 وبيساوي 5. تمام. هو عامة اللي مركز عليه يعني لحد حالا اللي هو الجمع مش الطرح. وبدل ما خدناش يعني مثلا ما قلناش 3 سمكات خدنا منهم 2 او سحبنا 2 او مات 2 او كده، لا يبقى خلاص يبقى هو زاد عليه. بيقول لي في سمكتين برتقاني وفي سمكتين لونهم ازرق، هتفهميه كده المسألة. يبقى كلهم سمكة. لو رسمهم حتى لو هو لسه ما خدش الجامعة عشان في لسه في ولاد متأخرين مفيش مشكلة خالص. لو رسم سمكتين و3 سمكات هيبقوا كام؟ ويقوم عددهم هيبقوا 5. يعني زادوا ولا قالوا؟ لا زادوا، بدل كلمة زادوا يعني عملنا جمع. تمام.
هنا بيقول لي لون نفس عدد الاشياء التي تراها، هيعد الكتاكيت وبعد كده يبدأ يعمل الدوائر يلونها. هنا بيقول لي اللي هو الشكل الالف ده هو ايه من اليسار، طبعا من اليسار هيبقى الرابع. القطة دي هي ايه من اليمين، من اليمين هتبقى التالت، تمام، التالتة يعني. الشكل ده هو التاني من ايه، من اليمين ولا من اليسار؟ طبعا من اليمين لانه من اليسار هيكون التالت، تمام. الرابع من اليمين هو الحصان ده علامة صح اسفل الصورة التي تمثل 3 زائد 6. طبعا اول واحدة 3 و3 مش دول، ودي طبعا مش دي، فطبعا هتبقى الاخيرة 3 و6، يعني 3 فراشات و6. يوجد 4 زجاجات ماء و6 زجاجات عصير، كم العدد الاجمالي؟ عشان اجمعهم يبقى هنعدهم كلهم مع بعض، ادي 1 2 3 ادي 4 5 6 7 8 9 10، يبقى كلهم كام؟ 10. المعادلة طبعا هيكتب الاربع الازايز اللي قال عليهم الاول لوحدهم، وبعد كده ال6 زجاجات اللي قال عليهم تاني لوحدهم، ويقوم مجمعهم. بدل جمع يبقى هجمع في مخي 6 و4 على ايدي، هيطلع لي كام؟ هيطلع لي 10. تمام. انا معاكم اهو، بس هجري الصفحات شويه بحيث ان احنا ننجز شويه. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. ايه أصغر من 7؟ مين اللي أصغر من 7؟ أكيد طبعا 5. 2 و5 يكونوا كام؟ 5 في مخنا و2 على ايدينا 7. 8 أكبر من ايه؟ من 10؟ لا طبعا. من 9؟ لا طبعا. من 3. هنا بيقول لي الشكل بتاع الأرنب ده هو ايه من اليمين؟ طبعا هو التالت، هختار كلمة التالت. بيمثل العدد كام؟ هعد الدوائر اللي هو ملونها واكتبها، تمام. هنا بيمثل العدد 8. اكمل بالعدد الناقص نفس الطريقه اللي قلت لكم عليها. هو عايز اللي لوحده ولا اللي جنب بعض؟ طبعا اللي لوحده. طبعا من اللي جنب بعض يعني هعمل طرح. 10 ناقص 2 طبعا 8. هنا عايز اللي لوحده ولا اللي جنب بعض؟ عايز اللي لوحده، بدل عايز اللي لوحده يبقى هعمل الجمع. هو كده اناني بيحب يزود عشان هو المكون، هيبقى 8. هنا نفس الفكره، عايز اللي لوحده ولا عايز اللي هو جنب بعض؟ طبعا عايز من اللي جنب بعض يعني هعمل طرح. ضع كل عدد في مكانه الصحيح. 2 اكبر من 5؟ لا، هتبقى 5 اكبر من 2. هنا هتبقى 7. 4 اصغر من 7. هنا نفس الفكرة، 6 اصغر من 7. 1. هنا 3 اكبر من 1. لازم يكون طبعا بيحاول يعرف يقرأ، علشان كل الاسئلة معتمدة على ان الطفل يكون بيقرأ يا جماعة. حتى رأس السؤال نفسه عشان يفهم هو عاوز منه ايه لازم يقرأ. ضع دائرة، اكتب العدد، لون، الكلام ده كله. هنا بيقول لي عد واكتب العدد ثم اجمع. هنعد ال3 جاتوهات دول هيبقوا 3 زائد، ونعد الجاتوهات التانية اللي الناحية التانية هيبقى 3 زائد كام؟ ادي 7، ونقوم عاملين جمع عادي، تمام. هنا بيقول لي نفس الفكرة، الكب كيك ده هيبقى كام؟ هيبقى 6 زائد مفيش ده يعني 0، هيبقوا كام؟ اي حاجة زائد 0 او ناقص 0 بتتحط زي ما هي، فهتبقى 6. هنا بيقول لي لاحظ الصور ثم صل بالمناسبة. هنا بيقول لي الخامس من اليمين، عيني على كلمة اليمين، بدل احدد لي 1 2 3 4 5 هوصلها بيها. الاول من اليسار هيبقى اروح عند اليسار واختار رقم 1. التاني من اليمين اروح عند اليمين واختار رقم 2، وهكذا. حوط 3 سيارات من الخلف. هو قال لي منين؟ من الخلف. اروح عند كلمة الخلف وابدأ اعد 3، 1 2 3، واقوم اعمل له دوائر عليهم. اقرأ ثم اجب. انت تضع الكرات في السلة، وضعت 0 كرة في المرة الاولى، يعني ما حطيتش حاجة خالص، تمام. و5 كرات في المرة الثانية، يبقى كام عدد الكرات؟ اي رقم في المسألة هكتبه. جاني كام؟ 0 زائد، تمام. عشان كده انا بجمع، تمام، بجمع كل اللي انا حطيته في الباسكت او السلة. 0 زائد 5 اي حاجة زائد 0 او طرح 0 او ناقص 0 بتتحط زي ما هي، فطبعا هيكونوا 5. وممكن يحلها بالعقل. انت دلوقتي رميت في السلة دي مفيش اي حاجة خالص، والسلة التانية رميت فيها 5، يبقى انت كده رميت كام واحدة؟ كام كورة؟ هو طبيعي هيقولك بديهي 5، تمام. بس طبعا لازم يكتب المعادلة دي يا جماعة عشان يتعود ان هو يكون المسألة نفسها. فاهمين ازاي؟ هو بيعود الطفل يشوف ايه اللي حصل، كان جمع ولا طرح.
هنا بيقول لي اختار الاجابه الصحيحه 8 زائد خلاص كده ده حل التقييمات، انا حطيته لكم في الاخر بحيث ان انتوا لو في حاجه وقفت معاكم او كده تقدروا تبصوا عليها. تمام، عشان كمان الناس اللي ما عندهاش نت. ما تنسوش تعملوا لي لايك وكومنت واشتراك في القناه عشان اكبر بيكم باذن الله، وعشان توصل لاكبر عدد من الناس اللي مش بيدوا لاولادهم دروس. وانتظروا مراجعات كتير جدا، هراجع كل وحده من المنهج على بعضها، سواء عربي سواء حساب سواء ماس سواء انجليش سواء اي حاجه تخص المناهج. وانتظروا اقوى مراجعة علوم ان شاء الله باذن الله، هتنزل الصف الخامس على الوحدة كلها ان شاء الله. مش هنسيب سؤال في اليونت او في الوحدة لما نكون مخلصينه مع بعض، عشان الولاد يجمعوا الحل بتاع الوحدات في الاخر، والمنهج كده يبقى اتلم باذن الله. وبالتوفيق لجميع اولادي، مع السلامة.